مدرسة الأمير جمال الدين يوسف الاستدار في الجمالية اللي اكتمل بناءها في العصر المملوكي الجركسي بالتحديد في سنة 811 هجري 1408 ميلادي. استدار يعني مسؤول القصر السلطاني. هو كان بيشتغل في دولة السلطان فرج بن برقوق واستولى على أملاك الغير علشان يبني المدرسة دي اللي خصصها في النهاية لدراسة المذاهب السنية الأربعة، وعمل فيها درس للحديث ودرس للتفسير. وبالمناسبة حي الجمالية اللي احنا فيه ده متسمي على اسم المدرسة دي اللي هي المدرسة الجمالية اللي اتحرفت بعد كده للجمالية نسبة للأمير جمال الدين اللي كان عايز يقتل السلطان فرج بن برقوق، لكن السلطان فرج عرف وأمر بقتله وصادر أمواله وكان عايز يهد المدرسة دي، لكن كاتب السر الأمير فتح الله قال له بلاش تهدها، دي بيت من بيوت ربنا، بس احنا ممكن نشيل اسم الأمير وألقابه من عليها والمدرسة دي تبقى بتاعتك. وبالفعل لو بصينا على الشريط الكتابي هنا هنلاقي كله موجود ما عدا الحته الصغيره دي اللي كان مكتوب فيها اسم الامير جمال الدين والقابه، والسلطان فرج امر بازالتها عن عمد.